جوزي اتصل عليا وهو راجع من الشغل وقال لي جهزت الغدا. قلت له عندنا غدا بايت. قال لي لا سيبك من الكلام ده، 5 دقايق وهكون واصل البيت الاقي كده محضره لي غدا. تعملي لي اكل صبح، انا مش هاكل من الاكل البايت ده. طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كان عندي كده مخاصي وبصراحه كنت ناويه ان انا اعملها له كده على العشاء. قلت يا بنتي خلاص يلا، ما دام كده كده هي في التلاجة وفكه، طلعها بسرعه. مسكتها ايه، غسلتها كده ونضفتها وبدات ان انا افتحها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بدخل السكينه وافتح كده بالطول، وبعد كده ابدا ان انا اسلكها بقى بطرف السكينه. تمام. تمام. عايزه اقول لكم المخاصه دي حلوه، وكمان طعمها يعني قريب من الكبده، وطريقتها كمان سهله وبسيطه ومش بتاخد وقت خالص، وهو بيحبها كده وبيعشقها. بما ان احنا كنا مضحيين يعني وكده، فدي بقى المخاصي بتاعه الخروف، بيبقى لها طعم كده مميز كمان عن المخاصي الجاموسي. انا بصراحه اي حاجه كده تبع الخرفان انا بعشقها كده وبموت فيها. مسكتها بقى قطعتها كده طرنشات زي ما انتوا شايفين. هي بتبقى طريه كده في ايديا، بس مش زي المخ بقى، هي يعني ماسكه نفسها. المخ بيبقى عامل كده زي الميه، لكن دي كده متماسكه كده شويه، وقدرت ان انا اتحكم فيها وقطعتها. غسلتها وشطفتها تاني رغم ان انا كنت غسلها قبل كده، وبرضه احط شويه دقيق كده وليمونتين وايه، وهقلب بقى كله كده مع بعضه. وفي ساعتها بروح اشطفها بقى وبشتغل عادي يعني. يعني بسيبها كده منقوعه حوالي 5 دقايق، مش تاخد وقت خالص. جبت بقى كده صينيه على النار ومعلقه كبيره من الزيت او معلقتين. وطبعا هنا الصينيه كانت عندي سخنت، نزلت كده بالمخاصي المقطعه زي ما انتوا شايفين. هتشوحي وتقلبي، هتلاقي كده بتبدا ان هي تنزل شويه من الميه. افضلي قلبي كده لغايه ما تنشف وتشرب الميه. انزلي بقى كده ببصله صغيره خالص مفرومه ناعم في الكبة. انا ببقى مخزنه كده البصل وحاطاه في اكياس وبطلع منه كده. المهم بدات ان انا اقلب واشوح لغايه ما البصله معايا دبلت وانا فرماها ناعم. ونزلت بقى كده بفلفل احمر وفلفل اخضر، وهشوح واقلب، ورشه ملح ورشه فلفل اسود. وكان بيخبط على الباب، يا لهوي يا لهوي. قلت الحمد لله الحمد لله ان انا خلصت. هو بقى ايه، هقدمها له كده. وعندنا بقى رز بشعريه هقدمها له كده جنبه بألف هنا وشفا. الطريقه سهله وبسيطه، واسهل من كده مفيش. مش هتاخد معاكي وقت خالص. اكتبوا لي في الكومنتات مين بيحب المخاصي بتاعت الخروف.